الصينية ديّة بقى اللي هتخلّيكِ طايرة من السعادة، لإنها اقتصادية جدًا، ولا تقولي لي بسبوسة ولا تقولي لي أي نوع من الحلويات، هي الصينية ديّة وبس كده. أولًا مش هتقفي في المطبخ كتير، وهتعمليها في ثواني في الجو الحر دوّة، هترطّبي على قلبِك وتاكلي أحلى وأطعم حلويات اقتصادية جدًا، بشوية مكونات صغيرين جدًا هتقومي تعملي أحلى وأطعم حلويات. تعالي نبدأ ونسمّي الله ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف الصينية القمر ديّة اتعملت إزاي. أنا واثقة ومتأكدة إنِّك بعد ما تتفرّجي عليها هتقومي جارية تعمليها، لإن بشوية مكونات صغيّرين قد كده هتقومي تعمليها. أول حاجة معايا كوبايتين من الحليب، وكمان كوباية من المَيّة، يعني مجموع الكوبايات 3 كوبايات من السوايل. بعد كده ربع كوباية من جوز الهند سواء ناعم أو نفس اللي أنا حاطاه دوّة كده. معلقتين من السمنة ممكن تستبدليهم بمكعب كبير من الزبدة. وطبعًا أنا مشغّلة النار علشان خاطر بس اللبن يسخن معايا والسمنة تسيح كده، ويبقى الموضوع تمام، بس النار تبقى هادية أوي. يالّا بقى شيّري الوصفة عشان الكل يستفيد، ابعتيها بقى كده لحبايبِك وصحابِك، خلّيهم يعملوها، والله أحلى من البسبوسة. لو البسبوسة بتفشل معاكِ، جرّبي بقى الطريقة ديّة وهتنسي خالص تعملي البسبوسة. معايا كده سُكّر، والسُكّر اللي أنا هاستخدم 4 معالق، لو انت حابة تزودي كمية السكر زوديها، بس 4 معالق مقدار مظبوط على الكمية اللي هقولك عليها. مستمرية بقى في التقليب لحد ما السمنة تدوب معايا وكمان اللبن يسخن. كوباية لربع من دقيق السميد بتاع البسبوسة، كيس من الفانيليا، وقلبي بقى الكلام ده كله مع بعضه واستمري في التقليب لحد ما يتقل معاكي الخليط ويبدأ ياخد غلوة على النار. مش هنحط اي مادة للربط يا هبة، لا مفيش اي مادة للربط، هو دقيق السميد هيربط معانا ويخليها تتقل دلوقتي زي ما هتشوف. صليتي على الرسول؟ طب لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحطي اللايك بتاعك، صلي على الرسول في الكومنتات. خلاص بصي في المرحلة ديت تقلت معايا بالشكل دوت كده، وطبعا بقت معايا السمك اللي انا عايزاه هو دوت كده. هتبدأ تاخد بقى غلوة كده من على الاطراف زي ما انت شايفة كده. في المرحلة ديت خلاص هطفي النار، هحضر صينية مقاس 26 وادهنها دهنة حلوة من الزيت، وابدأ انزل بالخليط كله. طبعا الصينية اللي انا عاملاها دي مساحتها كويسة، لو انت عايزة الطبقة تبقى قليلة شوية يبقى هنحطها في صينية 28، عايزة الارتفاع بتاعها يبقى عالي شوية هنحطها في صينية مقاس 24. هدخلها بقى الفرن، بس هستنى عليها شوية في تكاية هقولك هنعمل ايه. معايا كوباية ونص من السكر، هحط عليها كوباية من المية، وهنزل بعصرة ليمون وكمان باكت من الفانيليا، وهاخد الكلام ده على النار لمدة 3 دقايق وعقبال ما الصينية تبرد معايا. في الوقت دوت الصينية بردت وعملت وش كده نشف معايا. هبدأ بقى انا اخد معلقتين من العسل اللي احنا لسه عاملينه وادهن وشها بالشكل دوت كده. كده بقت معايا الصينية تمام قوي. هاخد بقى الصينية ديت ادخلها الفرن على الرف الوسطاني درجة حرارة 180، هتقعد 10 دقايق، وبعد العشر دقايق هشغل عليها الشواية. مش هتكمل 3 دقايق تحت الشواية وهتلاقيها احمرت بالشكل ده كده. اول ما تخرج من الفرن اسقيها بقى بالعسل اللي احنا لسه عاملينه. الله على الجمال، ولا تقوليلي بسبوسة ولا تقوليلي اي نوع من انواع الحلويات. صينية الشهد ديت خطيرة يا جماعة، اللي ما كلهاش قبل كده فايته كتير، لازم تجربيها لانها بجد حلوة جدا. يلا اكتبي لي تحت في الكومنتات كلتيها قبل كده ولا اول مرة تشوفيها، هستناكم في الكومنتات بإذن الله.